السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم اجتبى. أما بعد، زرغيث ما قدر سعدان بعض الآداب إلى المتعلقة بحضور المساجد أو ببعض الآداب المتعلقة داخل المساجد. ند الأدبين غيث ما يوك ندنر الهبة نخمر بها. شكد نر الهبة ندنر الهبة ينس ودنر القدس ينس المكان ينس ذي المنزل ينس إن على المكان مال لا غيث ما ذا شنو يسوى وخمر بها. السيء كذلك غيث ما أن نهضر فيون الفضل وكران الآداب إلا متعلقة بيوم الجمعة. كذلك الجمعة غيث ما يسعى المكانينس وفيه صلاة إلا معروفة لدى الجميع وهي صلاة الجمعة. الجمعة غيث ما هو سيد الأيام. الجمعة غيث ما ينتسيس النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه مات، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. فالجمعة غيثما ذا سيلاني ميزيف رب العالمين فسانيتم. فذس الجمعة دي خلق رب العالمين آدم عليه السلام. ذي الجمعة يكشم آدم عليه السلام الجنة. ذي الجمعة يدفق الجنة. ذي الجمعة يقموث وإنيك النبي عليه الصلاة والسلام ذي الجمعة غرث قردني. وفي حديث آخر: وفيه الصعقة وفيه النفخة. فغيف كي يغضر بالعالمين يمكن أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأيام إلا نجعل يثر بالعالمين ذا سلعيد يمسلمن. فمبدأ نفكي يغفي ضرب بالعالمين ذا العيد، والعيد معروف أنه إلى قليل يوم مميز ولكن يمسلمن أدبين شعائر الإسلام. وقرد النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث يطر إنه نحن يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. أمة محمد عليه الصلاة والسلام إنه نحن الآخرون يعني ذين قرن الأمم. أمة محمد عليه الصلاة والسلام ذين قرن الأمم إلا نشي عسن ربي آخر رسول وآخر كتاب. ذين كني ذين قرن الأمم لن الأمم يخي عدان ما قبلنا: أمة نوح، هود، موسى، عيسى. ولكن أمة محمد عليه الصلاة والسلام يجعل النبي آخر رسول، يجعل الأمة ينس آخر أمة. ولكن يوم القيامة إن يمكن يغذي مزورا على الجنة. ثم قال في أهل الكتاب: ثم هداهم الله يوم فرض عليهم، يعني غسل الجمعة يوكل ناس تجعل يوم للعبادة ولكنهم اختلفوا فيه مخالف الزيس. فهدانا الله، اهدد أمة محمد عليه الصلاة والسلام يواسل الجمعة. ثم الناس لنا تبع، غدا اليهود وبعد غد النصارى. إهذا يغضى رب العالمين يواسل الجمعة. فيجعل رب العالمين خير الأيام أو خير الأيام الناس يتجمعون فيه لس العيد يوم الجمعة. معلومة يثمن أنه العيد الإنسان مرض روح دياس العيد يوشو مرة دياس أدي يقابل الله جل جلاله. صصت سعيت موعد وحيد منه. بعض النقاط لان وبيع غلا غنتدعو غنتذكره لأنه شبه تدرس يعدان، ولكن كان على عجالة لأنه غسل الجمعة سعيت موعد وحيد ربي.
فمادام سعيت موعد وحيد ربي لانت بعض الآداب من بينها الغسل يوم الجمعة. إنسان ما قبل ديسها الجمعة لقد يغتسل، والاغتسال كني قد قال النبي عليه الصلاة والسلام الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وفيه خلاف بين أهل العلم لا وش يقارن الواجب لا وش يقارن المستحب. يعني أدنى شيء أن نذل المستحب بالعلي، أدنى شيء أن نذل عليه، وقبل تصل الجمعة تغتسل وتتطيب. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطيب ما استطاع ويدهن من دهنه ما استطاع، يعني قد يغتسل ودخل مكة ذي المسك نغذ الريحة ما استطاع، ثم يخرج من بيته وديسها الجمع لا يفرق بين اثنين. وين مسقام تخطي الرقاب، مسألة تخطي الرقاب وهو أن لا يفرق بين اثنين، يعني قد يلحق ذين قر ونهضر في مسألة كذلك مسألة التبكير إلى الجمعة، وإن كان نهضرتك بعض النقاط بالدراسية عدال، وهو أنه ليش رويت مثلا غادي يلحق ذين قر اسم الجمعة ومن بعد ذلك غادي يلحق الصفوف مزورة. ليش غادي يخدم؟ يعني غادي يدب باش كذا يعدي إلا قد يفرق يا رسيني كسيقار سمحي غادي يعدي سمحي غادي يعدي ويسقر التفرقة بين اثنين. قال نص تخطي الرقاب وين يثنون ديوار. ولهذا كما ثبت عن الصحابي الجليل عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال والنبي عليه الصلاة والسلام إلى المنبر جاء رجل إلى خذين قال جاء رجل يتخطى الرقاب ويفرق بين اثنين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كن بالمنبر اجلس ريح اجلس فقد آذيت. ولهذا من الإنسان يثمى مرد يسبغ نضحر الصفوف مزورة، وخير الصفوف بالصلاة هي الصفوف الأولى إلى قد بكر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس، لو كان ذا من العباد من الأجر لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، يعني ليش ننظر الخير الرجل اللي تذكر رب العالمين ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا. الصحابة يثمن فهموا في الحديثية وعلموا ذا شو من الرجل يكسع صفا مزوار مرد الحقنا يثمن السين أدا الزلن أدا فهمتم كان القصف الأول واد الحقنا كنيسني وسيقرر ويا ما عادش روحش إلا الإيثار، ولكن يثمن الإيثار إلا قدوني في الآخر ولاش الإيثار قدوني يثمن إلا الإيثار، بمعنى يكشم ديونا الحانوت يقطع يخصص كان كران الصرفة كيا إن سيما اسمح ذيني الصعيد اسمح ويقدوني إلا الإيثار قلا خرف ولاش الإيثار. يسكفك رب العالمين حج طارق حج شي ذا مزوار بس قرر ما علي شباب غير أكجر شي ما تحجتو مع الحج غيرتي لا قلا خرف ولاش الإيثار زوار قلا عمري تلحق تضاص في الأول وسقرر ما عليش لحق مدشون بشرط سنين ناقصو كانت لحق شي ذا مزوار لحق ضال الأجر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا، بمعنى مرض لحق نصين الصحابة غادي يضرب به في لسن أيونو مكان كن الواحد واش يخدم خدم انت صغار ايوا شو من راه دير بحل باش غادي يطفش في الأول. ولكن في بعض الناس للأسف الشديد الحق ذين قال ومع ذلك تزال ايوا كان غادي يطفش الأول. وكذلك يتم ملاحظة يكرا يتم في الغيلان نورمال كيفون، وهو أنه غادي يلحق غادي في الجامعة يتشور مرات الحقيمة غتصفت الجامعة يتشور عادي تكشمت كتب ورثين كاع وتشكشم راه كتب ورثين لا كرا يتم في هكا غير يتوالي تما كان الحروشية على القفازة هذه القيمة ميدان يقيم الشيخ هذيك كشم كتب ورثين واش هو هذه الزرب ديريكت راس في الأول ولا ما الحروشية ثاني فهي ماشي الحروشية هي تصويت الحقويت ماشي، لأنه وين الصف الثاني أحق ما راه يقيم الشيخ سيدي كرا غير مكان سيدي كرا الفراغ
ولي لان الصف الثاني أحق يمكن هذا يتقدم، ولي لان الصف الثالث أحق يمكن يتقدم. ولهذا الإنسان لقى التبكير ما تصلح قيمة في الصف الأول الرجوع بالعالي، ولكن بكر. وناد حديث النبي عليه الصلاة والسلام بالدرسي عدان: ولا يزال أناس يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فلحقتها الجمع الصف الأول يفرغ، الصف الثاني يفرغ، الصف الثالث يفرغ، لحقت في الصفين كاع. يعني مثلا ضيعتي مانيك، تأخرتي مانيك. ولهذا من آداب كذلك يوم الجمعة التبكير إلى المسجد، ولما فيه من الأجر العظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام خاصة يثنى التبكير إلى المساجد يوم الجمعة، سنة التبكير إلى المساجد يوم الجمعة تكاد تندثر. شوف يثنى شو قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أبدي بكر الناس الجمعة أدي يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن اللباس، كذلك ثاني النقطة ذكر غسيل، ولكن بالنسبة للجمعة خاصة، لأنه ذي العيد وذي العظيم سلمان، والعظيم سلمان إلى قضيت وميز. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أسل الجماعة أي مسلمين. نتحبي في نبينا خطير، نتحبي غنتبع في نبينا خطير، نتحبي غتجعل ربي وحيد ربي يوم في القيامة، نسأل الله ذلك. ولكن لقد نتبع، إن المحب لمن يحب مطيع. النبي عليه الصلاة والسلام مسل الجمعة يتحب غادي يلبس لبسة من اللات أكمل لان الجدود النوم قل ميت ما ثلاث فوطو ذاك بقايت صلاة العيد مع صلاة الجمعة كل نسل أقندور ضبر نص لم الليل. يوم الجمعة يوم خاص، ودي تسرع صدق سبور يوم خاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام أسل الجمعة يتحب بما ذي لسل بشفة من الليل. إوا كنا تبين الشاعر الإسلام الحصول اللي غدا يثنى التبكير إلى المسجد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة ثم غدا إلى المسجد وبعد يروح الجمع في الساعة الأولى، يروح زيش الساعة ثمزوات الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنه. أسل الجمعة لن 5 سوايع. الساعة الأولى تنغي التبكير، وإن الذي يذكر ناس الساعة ثمزوات إنه كأنما قرب بدنه، أما كان يزلى نغي صدق الغم، كأنما قرب بدنه أسدفك ربي ينظرجر أما كان يصدق الغم. والملائكة غاديك اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام تعسن تكتبوا في الجماعة، تعسن تكتبوا في الجماعة ولديها مصاحف سمار كي تيثنا فلان بفلان سيسماول، فلان بفلان اللي حقد الوقت الفلاني، فلان بالفلان اللي حقد الوقت الفلاني. الملائكة في شكل الجماعة شريحة تكتبوا في الجماعة. وإن راه لحق ناس الساعة ثم زواج إنه كما كان يصدق الغد. وإن راه لحق ناس الساعة وسنات يقال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، أما كان في صدق ثفوناس. الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، أما كان في صدق تشريع. الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، أما كان في صدق فيازيد. وفي الساعة الخامسة فكأنما قرب بيض. الأغلب ينصب مرة غيثما في الضويرية الثيازيت واحد تملات. القلة يدي تسسن يتصدق الغم نغثفوا ناس كيرات الحق ندي شارع، يعني قلاجر يبقى غاد قصده قلاجر. الأغلبية الحق عندما كان يصدق فيازيد نغ يصدق ثملات. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا خرج الإمام مرض يلي الإمام المنظر شاخ من الملائكة يطوون الصحف ودسنت الحضر. شاهدوا مسلم شوف يثمى ضلاجر أرى ثويت مرة تصطت بكرة أسل الجماعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويصلي ما كتب له تصطت بكرة الجماعة وتزالت هي كتب ربي إلا غفر له ما بين الجمعتين.
إلا واش يعفو رب العالمين قال الجمعية مع الجمعية. كذلك يثنى كندني على عجالة مش كدنا نوض نذكر نقطية يوم الجمعة، فضل يوم الجمعة أنه الإنسان مرض يسعى الجمع سواء اللي بغى الصباح نغ يوم الجمعة داس الجمعة هذه قرأ سورة الكهف. قراءة سورة الكهف يقال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له نور بين الجمعتين. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له الله نور ما بين الجمعتين. كذلك يثنى من فضل يوم الجمعة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا من الصلاة عليه فإن صلاتكم معروضة عليه. إنكم داير مسلمين النبي عليه الصلاة والسلام نيك الظلم في الليل السلم في الليل اسم الجماعة كثروا وضرب يدنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقسن يت المرة ولكن اسم الجمعة تيكنس قانون سبيسيال خاصة إنه كثروا من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. يكرد يونس صحابين يضرب في الناس يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وأنت قد أرمت. الناس مكرا تدير الحق سلام من نغفر لك وشي يعني أرمت يعني معلوم أنه العبد مرض المثل خلاص يقل دي غسان حتى يغسان بالنسبة لك كذا ألف سنين لا الناس النبي عليه الصلاة والسلام إن الله الأنبياء خلاف ذلك إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد أنبيائه. إنيس ربي يحرم في القاعة أذتشن أكسون الأنبياء. ولهذا الأنبياء الرسل يثمى هذه قيمة كنسل هاي أينس وثي كذلك كرامة من بين الكرامات أنه يزمر تفكر رب العالمين لأي واحد إن كان ولي من أوليائه وتسعى ما مثلا كان كرا وسن كان كيا ما إلى تسليم سوى كشتي أحد الشهداء الأبرار والشهيد يثم معروف الفضل يسفك رب العالمين أحد الشهداء يثم كسن ذاك كرا المقابر كسن كري غسان باش كسون صونجينا مكان أحد الشهداء وفنثكن أزحوري بالدرزيس أكل مازال يطرش سيدا ذو الفضل يجعل الصر بالعالمين. إذا أنت يثمن من فضل يوم الجمعة الإنسان يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من فضل يوم الجمعة الدعاء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للجمعة واسم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. هناك اسم الجمعة 32 ساعة مستجابة الدعاء. ومعظم العلماء قرب أنه الساعة لأنه مخالف قال وقت نزل جمهور العلماء قرب أنه الساعة هي آخر الساعة من بعد صلاة العصر. الساعة اللي تنقرف تستفير العصر نغ الساعة النير وقبل المغرب. الساعة النير إنيث النبي عليه الصلاة والسلام كثرت الدعاء زيز إيوشو للساعة غيلا يستجب رب العالمين زيش الدعاء. لا يسأل عبد مسلم أطلب ربي لسنير لحاجة إلا وزد يستجب رب العالمين. كم من واحد يثمن يسعى غمطين خال كم من واحد يثمن يسعى الهم يسعى الغم
بلاك يسعى الحاجة كل يوم ذا شو يطلب، كل يوم ذا شو يسعى في الخصاص. إنيك النبي نطلب الساعة قال وخلني ندعو ربي، وليش من يوم يدعونا ربي، وليش من يوم حواجنا ربي، وليش من يوم طلبنا ربي. الساعة نكثر من الدعاء إلا ويستجيبك الله بإذن الله عز وجل. كذلك من آداب أو من فضل يوم الجمعة قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. نكون لازم مثل ناس الجمعة يوم الجمعة، يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وفي نجوم رب العالمين فتنة القبر، إلا وفي سلك رب العالمين فتنة عذاب القبر. إذا يثمن غير باختصار آداب يوم الجمعة. في لقص الجمعة يثمن غزد النار قسم الجمعة ذي العيد مسلمين، إلى قصد النار المهبينس، إلى قصد النار المكانينس. ويوم الجمعة هو سيد الأيام. ونأسف يثمن إكرا ويثمن في النار مراكيني ولاش ذا جون غيلا الزيت عوري من الجمعة. نأسف لأنه من المفروض يوم الجمعة ذس أندر ذي محبب لدى غير مسلمين، محبب لدى غير مسلمين، وتجعل له ذس أندر ذي يوم عطلة. نكنيك الأصل يثمن في لفظي كلمة عطلة خطأ، لأنه الإنسان يثمن يمسلم وريسيدا باسكو العطلة من العطل، يعني ما راسيت عطلة يعني خلاص صن العبد لن ديكابي وريت بوجي وريت حريك. لا، يمسلم يثمن في حقيقة الأمر لا يكون عاطل، وإنما هو سميت يوم إجازة. يوم إجازة قال يوم إجازة خدم طرق الخدمينك، ولكن قسمني في الإلاد العمليتم وهو عبادة الله عز وجل. اسمنا رب العالمين للنبي عليه الصلاة والسلام: فإذا فرغت يعني من شغلك، ما في توسعي ترى شغل تفوك لشغالتك الدنيا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الإنسان مرض يفكر شغالته يسبي الدنيا، المرض يتفرغ لعبادة الله عز وجل. ويوم الجمعة هو يوم عيد المسلمين الذين يتفرغون فيه لعبادة الله عز وجل. إذن يثمن وهي باختصار بعض الآداب وفضل يوم الجمعة. نسعى يثمن يوم دي مثلنا ضمطين الطلب يكون الدعاء صلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفيه وأن يشفي جميع المسلمين. اللهم رب الناس اذهب البأس أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.